أصدقائي متابعين قناتي ومتابعين مسلسل ظهور الدم، فيديو جديد وتحليل أحداث الإعلان الحلقة 371. طبعا الأحداث مختلفة تماما، وهقول لكم الكاتبة عايزة توصل لإيه وإيه المغزى من كل الأحداث دي. تابعوا الفيديو لنهاية معرفة كافة التفاصيل. هبتدي بأول شق. أول حاجة بالنسبة هاجر قالت طبعا في حلقة النهاردة ل لطارق، قالت خلي ديلان وبران يندموا. قالت هتخلي بران وديلان يندموا اللي هما اتقربوا من جينار وراح يروحوا بدون النظر خلفهم. يعني بخصوص الموضوع ده هي عايزة تخلي ديلان تكون مهووسة أو مجنونة وتشك في تصرفاتها ويشككوا إن هي مريضة ويمنعوها من التقرب من جينار. وكمان مش بس كده، ويا ريت دي اللي ناقص كمان، لا كمان عايزين يلهوا باران بديلان ويبتعد تماما عن شغله ويركز وعقله يكون مع ديلان. ديلان كانت دكتورة وعقلها ما بيخفش للدرجة دي. مفروض ان ديلان لو الكاتبة نسيت، ديلان مفروض دكتورة صيدلانية، وان هي طبعا ازاي ما تلاحظش ان في حد بيتابعها. والسيناريو لو عمل كده هيكون مثلا حاساه فيلم هندي عبيط يعني بصراحة. ولكن استبعد، هما فقط هيحاولوا ولكن اعتقدش ان هما هينجحوا في كده، يكون وجع راسي على الفاضي. كمان عايزة اقول لكم اني بعد ما شفت الحلقة النهاردة، فين دور أزادة وهاجر؟ يعني فين دور أزادة اللي احنا كنا بنقول أزادة هتعمل وتسوي؟ وقلت لكم انا خايفة ان أزادة تعمل زي قدرت. يعني انا حاسة ان قدرت وأزادة ما عملوش حاجة. طب رجعوا القصر ليه؟ ايه هي الحاجة اللي هو قدموها لرجوعهم في القصر؟ مفيش اي حاجة. وشفنا المغفل اللي اسمه طارق وهو بيحاول ان هو يقرب اكتر من شنار. ليه بقى؟ عايز يحاول ان هو يصنع بينه وبين شنار ذكريات عشان شنار يتمسك بيه، وفي الوقت ده يدي بقى بران على دماغه. في الوقت ده طبعا زي ما انتوا شايفين هيحاول طارق طبعا اللي ما كانش بيعبر ميران دلوقتي وكان بعامله في قسوة، دلوقتي هيهتم بيه ويقرب منه ويعمل خطوط طبعا تقارب بينهم وبين بعض وعلاقتهم تكون قوية. بقدر طبعا ميران وبران خطواتهم تقرب علاقتهم من بعض. بعد كده هنشوف اتفاق زي ما قلت برضو قبل كده اللي فاتت، ان اسبوع ان طارق هيحاول يقرب من ميران بشكل زائف ويكسب قلبه. واتوقع حلقة بكرة نشوف المشهد بران وطارق في المكتب هيبقى ليه علاقة بان بران اخد قرار ليه علاقة بالارض مثلا، او ممكن قرار ده يخص ميران اساسا. واعتقد المشهد ده غرض ان بران يفوق وطارق يعني يفوقه طارق ويعرف مكانته كويس قوي ويحاول يسعى بران. ولكن من جهة أخرى هاجر بتحاول تبعد كل الناس دي وتركز على شغلها. متبقاش قصة حقيقية إلا ميران. أتمنى طبعا قصة يكون صراع بين بران وطارق، ما يكونوش نسخة من بين قدرت وحسن. ويكون طبعا بران ضعيف الشخصية زي ما قدرت كان ضعيف الشخصية. بجد هنكره المسلسل وهنكره الممثلين تبع بسبب تمطيط الأحداث بالطريقة دي. شاركوني برأيكم في التعليقات. مش تنسوا دعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناة، واستنوني في أخبار جديدة لمسلسل ظهور إدم.